مرحبا بكم في قناتي ومرحبا بكم في فيديو جديد باش نقدم لكم طريقة الدجاج المشوي في الفرن. وفي تونس نقول لهم الدجاج الروتي، والبنة رائعة ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، تجيكم طرية وطايبة في حقها وطريقها. الطريقة هذه طريقة المطاعم، نقلتها لكم بكل احترافية وعلى ضمانتي وضمن ربي سبحانه. شوفوا الطراوة والبنة، الحقيقة الفيديو يحكي وحده يعني ما شاء الله. تلمون الدجاجة طابت رخفت روحها ومدت سويقاتها والتكات التالي. حاسيلو هاكم تشوفوا ديجا عملنا معها سليطة وطاجين وروز أزعر بالزبيب واللوز زيناه. حاسيلو ما شاء الله تلمينا في دار بابا، إن شاء الله ديما ملمومين في الخير يا ربي. نتعداو توا للتتبيله متاع الدجاجه متاعنا. بالنسبه للكميه هذه اللي تشوفوا فيها في الفيديو راهي كميه لثلاثه دجاجات تلمينا كما قلت لكم، وحضرنا كل شيء اني واختي سندس. يلا نقولكم على المكونات وما نطولش عليكم برشا. عندي زوز ياغورت طبيعي، زوز علب ياغورت طبيعي، زوز ملاعق مغارف ثوم كبار، مغرفه ملح، مغرفه فلفل احمر. هذيك 100 جرام زبده باش نذوبوها وباش نزيدوها على المكونات هذوك اللي تشوفوا فيهم في الفيديو. عندنا ملعقه كركم، ملعقه صغيره فلفل اسود، كان تحبوا تزيدوا اكثر هو حسب الحاجه يعني فلفل اسود. فنجان زيت طفناه توا، ملعقه تابل وكرويه، وزوز ملاعق كليل وزعتر مرحيين بودر، وملعقه بسباس، ونصف ملعقه صغيره قرفه مرحيه بودر، وعصير ليمونه كامله. وباش نبرشوا عليهم هذا من المكونات هذوما الكل نبرشوا عليهم كعبة جوز الطيب اللي هي نواد ميسكات. كتبت لكم المقادير الكل على الشاشة بالتوضيح، نجموا تعاودوا تشوفوهم وتقيدوهم في ورقة باش ما يضيعوا لكمش ولا حاجة. وحتى كان بقات لكم كمية من التتبيلة هذه راهي متبورش، نجموا تفوحوا بها أي حاجة زعرة يعني طاجين وإلا الروز ولا حاجة، وإلا زادة تفوحوا بها براج بطاطا طيبوهم مع الدجاجات متاعكم. وهذه 100 جرام زبدة ذوبناه باش نضيفوها للخليط. ماذا بينا تكون زبدة من مصدر حيواني مش مصدر نباتي. وكان عندكم دجاجة بركة يكفي انكم تحطوا مغرفة والا حتى 30 جرام زبدة يكفي، يعني احنا جوست عندنا كمية هذاك علاش عملنا 100 جرام كاملة. وكان عندكم زبدة مارجرين اكتفيوا بركة بالزيت من غير ما تحطوا يعني زبدة جملة. وتوا باش نبرشوا جوز الطيب. لهنا برشنا كعبة كاملة جوز الطيب على خاطر هما كعبات صغيرونين على الاخر، يعني كان عندكم كعبة صغيرة والا عندكم دجاجة واحدة ولا زوز دجاجات ابرشوا مقدار مغرفة صغيرة جوز الطيب. راهو كانت بالغوا في جوز الطيب تعطي اكل مطعم القاصح اللي في الماكلة، يعني ما تكثروش منها. المهم ضفنا الزبدة باش نخلطوا المكونات الكل مع بعضهم باش يدخلوا بالكدا بالكدا مليح مليح في بعضهم. لهنا سندس اختي هي اللي قاعده تخلط. وما ننساوش الكليل الاخضر بالطبيعه هذاك ما يغيبش على دجاجاتنا جمله. وبالنسبه للياغورت راهو تنجموا تعوضوه بالكريم فريش، اما راهو الياغورت يبنن اكثر ويعطي طراوه للدجاج اكثر من الكريم فريش بحكم تركيبته فيه الخمائر اللبنيه هي اللي تساعد على طياب الدجاج. في نفس الوقت لو طون اللي الماريناد قاعد يحضر هكا، الدجاجات متاعنا غسلناهم بالخل والقارص وخليناهم منقوعين تقريبا مدة ربع ساعة وإلا نصف ساعة على قد ما تقدروا. ومن بعد باش نحطوهم في البلاتو كيف ما تشوفوا في الفيديو، وباش نبداو ندهنوا فيهم باك التتبيله اللي حضرناها. باش نقولكم على فازه زاد تزيد تفوح برشا الدجاج وزيد تبنوا اللي هو كان عندكم كيردون ولا سكينه جويده ولا حاجه ننقبوا بها الزر نتاع الدجاج بالكدا بالكدا باش الفاح يدخل فيها مليح. وعرشة الكليل الأخضر مع ترونش قارص نحطوهم في كرشها من الداخل. راهو الكليل الأخضر يبنن برشا الدجاجة الروتي بالطبيعة، تعرفوا انتم اللي الدجاجة الروتي ما تجيب كان بالكليل الأخضر. أما كان ما عندكمش تنجموا تحطوا كليل بودر يزي يعني شايح، أما ضروري راهو الكليل كان أخضر وإلا شايح. المهم باش نكملوا نركحوا الدجاجات متاعنا ونخليهم يرتاحوا تقريبا ساعة ولا ساعتين ولا 3 سوايع، ولا حتى تبيتوهم في اللفاحة هكاك بالطريقة هذيك انتوما والوقت اللي عندكم. وكان مزروبين زادة تنجموا تطيبوهم على البلاصة مش مشكل. ومن بعد لمينا لها سويقات هكا الدجاجة وكتفناها بالطريقة ديك بالجلدة متاعها منها فيها. وكان ما نجمتوش بالطريقة ديك كما موضح في الفيديو تنجموا تربطوا لها ساقيها حتى بخيط وجوانحها بالطبيعة تقشعوهم التالي وهكاك باش تجيكم مزيانة ومرتوبة. وتحطوهم في أكياس الطبخ كما موضح في الفيديو بالضبط. أكياس الطبخ هذوم تلقاوهم موجودين في المغازات العامة وإلا في اللي يبيعوا مستلزمات الحلويات، وإلا يعني متوفرين حتى في الحوانت العاديين متوفرين هذومك أكياس الدجاج.
وبالطبيعة نكونوا مسخنين الفور على 250 درجة أو 200 درجة أقل شيء، راهي الدجاجة تطيب على درجة حرارة عالية. كان الفور متاعكم فيه 300 أو 350 يا حبذا، أما أقل شيء تكون الدجاجة تطيب على 200 درجة أو 250. ومن الفوق ومن اللوطة، ولا نحطوا ماء ولا نحطوا بان ماري تحت الدجاجة ولا حتى شيء، جوست هي في أكياس الفرن وفي الطبق، ونحطوهم في الفور متاعنا ونستناو تقريبا مدة ما بين أقل شيء ساعتين، ساعتين ونص، 3 سوايع كل إنسان والفور متاعو. نتفقدوا الدجاجة نقلبوها منا نرجعوها منا، المهم تطيب مشيرتين وتهبالكم وقدرة ربي تجيكم بنة عالمية. على حاجة ما قلتها لكمش من الأول، نسيت ما ذكرتهاش، اللي هي مغرفة عسل نضيفوها مع التتبيلة. نحنا لهنا نسينا ما حطيناهاش زادة في الفيديو، راهي تبنن على الاخر. وجربوا واحكموا وحدكم. بطبيعة بعد ما حطينا الدجاجات متاعنا في الساشيات متاع الكويسون هذومك، نسكروهم بالكدا بالكدا مليح مليح، يعني نسكروهم ما نخليوش يطلع منهم الهواء هكاك باش الدجاجة تطيب، خاطر هي الدجاجة باش تسيب الماء متاعها وتطيب في ماها وفي فاحة، معناها باش الفاح ما يخرج لناش في وسط الطبق، والدجاجة تقعد بلاش حتى شيء، يخرج الماء متاعها الكل في الطبق ويعني تجيكم ناقصة. تشوفوا دجاجاتنا كيفاش طابوا وهباو ديجا، هاكم تشوفوا الزدر تشقق في زوز. وتوا حلينا ساشيات ذمكا، وكل الماء اللي في وسط الدجاجه ذيكا باش نهزو بشويه بشويه ونسقيو الدجاجه من الفوق بالماء متاعها. وفي نفس الوقت حلينا ساشيات باش تجمر الدجاجه من الفوق باش تعطينا كل اللون الذهبي اكل مزيان متاعها. الماء هذاك ملاحظه صغيره باش نقول لكم عليه، تنجموا حتى الروز متاعكم والا اي عشاء متاعكم ازهر نجموا تفوحوا به الروز بعد ما طاب، هيك تسقيو به شويه من الفوق. المهم ما تلوحوش، راهو الماء هذاك بكل قوه بكل وفاح. وتوا تقريبا وصلنا لنهاية الفيديو، ان شاء الله ما نكونش نسيت حتى معلومة باش نفيدكم بها. وكان عندكم اي تساؤلات اسألوني في الكومنتارات، بإذن الله نجاوبكم. اكيد اكيد جدا طريقة باش تعجبكم، باش تشيخوا عليها وباش تجيكم عشاء على كيف كيفكم. توا هيك ما بقالي كامش نقولكم بسلامة، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد، الى اللقاء.